ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض بقى شوية رز بلبن كده ايه يستاهلوا بقكم. حاجة كده يعني قشطة وزي الفل. بصوا طعمه وشكله بجد حلو جدا. ويعني عملت من كمية بسيطة الكمية اللي انتوا شايفينها دي. انا جبت بقى حلة على النار، حطيت فيها كوباية من الرز، كوباية متوسطة من الرز. هقلبها كده مع المية بتاعتي، زودت لها مية علشان خاطر اسوي الرز في مية الاول. هحط لها بقى سكر، هحط على المية والرز سكر. ايوه هحط سكر، عارفين ليه؟ بيدي طعم حلو جدا للرز لما بيستوي معاه. هحط حوالي 3 4 معالق سكر، عايزاه يبقى مسكر قوي وهو بيستوي علشان يشرب السكر كده ويبقى طعمه حلو. هروح بقى اجيب بولة وهحط فيها كوباية لبن، وهحط فيها 3 معالق نشا، وكيس من الكريم شانتيه، وكيس من الفانيليا، وهقلبهم كده كويس قوي. وهفضل اقلب فيهم لغاية لما يعني يبقوا معايا كريم شانتيه كده يعني جميل. هسيبهم شوية، هقلبهم كده حبايبي زي ما انتوا شايفين لغاية لما قوامهم يبقى تقيل. كوباية من اللبن عليها كيس من الكريم شانتيه وكيس من الفانيليا وثلاث معالق من الكريم شانتيه، 3 معالق من النشا. الرز استوى اهو زي ما قلت لكم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. سويته في ميه و3 معالق سكر علشان خاطر السكر يخلي طعمه حلو جدا، وكمان الرز يستوي بالطريقة دي. اهم حاجة الرز يستوي خالص، اسيبه يستوي خالص في المية بتاعته. وهبتدي بقى اضيفه على اللبن. دول حوالي 2 كيلو لبن، ضفت عليهم الرز كده بالشكل ده. الرز مستوي واخد سواه كامل. هبتدي بقى اقلبه مع اللبن، وطبعا سايبه الكريم شانتيه واللبن والنشا والفانيليا مع بعض كده يعيشوا حياتهم. ودي بقى الفوارة كنت نسيتها في الحلة فهطلعها. هقلب بقى الرز مع اللبن كده على النار، وهسيبه ياخد غلوتين مع بعض كده علشان النشا بتاع الرز ينزل. وهبتدي بقى احط السكر. السكر طبعا على حسب ذوقك، وعلى حسب انتي بتحبي الرز بلبن مسكر قوي او بتحبيه يعني يكون دلع شوية. طبعا السكر ده اختياري. انا حطيت في الاول 3 معالق كبار، ودلوقتي هنزل بحوالي كوباية كده الا ربع من السكر. طبعا السكر بيختلف. السكر الابيض ده بيحلي بسرعة او بيحلي بصورة اقوى من السكر الغامق اللي هو بتاعنا ده، بتاع التموين زي ما بيقولوا. فالسكر الابيض الناعم ده بيحلي اكتر. شايفين الكريم شانتيه بقى عامل ازاي؟ اللبن والكريم شانتيه والفانيليا والنشا امتزجوا بقوا شكلهم كريمي. هو ده السر بقى اللي هيخلي الرز بلبن بتاعي كريمي. السر فعلا يا جماعة في الكريم شريقة دي. زي ما قلت لكم كده، خمرته مع معلقتين النشا وكوباية اللبن والفانيليا، وسبتهم كده ربع ساعة او نص ساعة لغاية لما الرز استوى خالص. كان جاهز معايا علشان يديني القوام الكريمي الجميل ده، ويخليني استغنى عن القشطة، ويخلي اللبن بتاعي دسم وكريمي وشكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ والريحة كمان يعني كانت اخر جمال. الرز بلبن يعني كده من الاكلات الشتوية الجميلة اللي كلنا بنحب نعملها في الشتاء وفي الصيف. بصراحة يعني هو بيتاكل ساقع في الصيف، وسخن كده أو دافي في الشتاء. بتبقى وجبة جميلة جدا كفطار أو كعشاء أو حاجة يعني تحلية كده جميلة. هبتدي بقى أقلب فيه بالشكل ده علشان يلف معايا ويكمل سواه، وكمان كل المكونات اللي أنا حطيتها تمتزج وتديني النتيجة اللي هتشوفوها في الآخر دي. جبت الاطباق بقى بتاعتي، اي اطباق عندك او سلاطين صغيرة او برامات، لو انت حابة ان انت بقى تديله وش تحت الشواية شوية، او الاطباق اللي هي اللي بتبقى استانلس دي، قصدي الاطباق اللي هي بتبقى بتخش الفرن الفويل دي، ممكن تغرفي فيها برضو وتحطيها تحت الشواية شوية عشان لو انت عايزاه ياخد وش.
ممكن بقى تحطي عليه مكسرات، تحطي عليه ايس كريم، تاكليه ساده زي ما هو ده. بجد طعمه خطير جدا، وكل اللي كله قال لي تحفه وسكره مظبوط جدا. انا عن نفسي ما بحبش السكر يبقى كتير قوي في الرز بلبن، علشان تاكلي منه براحتك، يعني نفسك كده ما تموعش منه، فبقلل له السكر شويه، يعني بخليه سكره مظبوط. طبعا السكر ده اختياري زيه زي الملح بالظبط. كل واحد ليه ذوق مختلف في السكر او الملح متعود عليه. هبتدي بقى اغرف الاطباق كده وارصها علشان تبرد. لو انت حابه ان انت تحطيها في التلاجة شويه، او تاكلي منه كده على طول، هيبقى جميل قوي. بجد يا جماعه، الرز بلبن والحاجات دي ما بتعمليها لولادك في البيت بتبقى حاجة يعني بركة كده وخير. ربنا يا رب ما يقطع لنا عادة أبدا، ونفضل دايما نعمل أكلاتنا الجميلة، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال. آه، يعني بمكونات بسيطة ممكن نعمل أي حاجة حلوة لولادنا. طبعا الحلة دي عملت لي كمية كبيرة جدا من الرز بلبن، يعني زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم يا حبايبي، تقدروا ان انتوا تحطوه في اطباق فخار، او اطباق بايركس، او اطباق فويل من اللي بتخش تحت الفرن دي، او بتستخدم في السخونية. هتخليه ياخد وش تحت الشواية شوية، علشان يديكي الوش بتاع الرز بلبن اللي بنجيبه من المحلات من بره، اللي بيبقى لونه كده ذهبي وجميل، وتقدري تقدميه بالشكل ده. انا عن نفسي بفضله كده كريمي وجميل قوي، وكمان طعمه وريحته وحاجة بيتي وحاجة قمر وحاجة موفرة. بجد هيعجبكم جدا وهيوفر معاكم جدا، وهتعملي كمية جميلة يعني من ال2 كيلو لبن. بدل ما بنجيب الطبق الرز بلبن ب20 وب30 جنيه، وفي كمان لو عليه إضافات بيوصل ل40 و50 جنيه. تقدري تعملي كل الكمية دي ب2 كيلو لبن من غير تكاليف كتير. هتعملي يعني ليكي وللعيلة، وتأكلي الشارع كله كمان. أنا طبعا مش قادرة أقاومه. يعني كان كريمي وشكله جميل وريحته جميلة. هيعجبك ان شاء الله لما تعمليه بالطريقة دي. اهم حاجة التكات اللي قلتلك عليها. شايفين شكله؟ بجد حاجة تفتح النفس. قومي اعمليه بقى لولادك، وفرحي ولادك بيه، وحاجة كده يعني يتحلوا بيها، او ممكن يتعشوا او يفطروا بيها، هتعجبهم جدا. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. استنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد، ولو في اي وصفة حابينها اكتبولي في التعليقات. سلام عليكم.